قريب مصروف ليزيتود وتكاليف الباك، وكذلك عندنا العيد وأسعار الأضاحي. أعطيني قراءة عامة وبعد ندخلوا بالموضوع. كقراءة عامة وكمشهد نشوفوا فيه كونه المستهلك التونسي صحيح القدرة الشرائية نتاعو تدهورت، وهذا نعرفوه الناس الكل، وعلى ذلك نحن ديما نطالبوا بحزمة من الإجراءات باش تحد من القدرة تدهور القدرة نتاعو. وهذا نشوفوا فيه في الدروس الخصوصية، نشوفوا فيه في الباك، نشوفوا فيه في العيد اللي على الأبواب، نشوفوا فيه في كيلو اللحم اللي ب 45 و 50، نشوفوا فيه في بعض المواد اللي رغم الإجراءات اللي سبقت قبل، وهنا نحلوا قوس صغير على هامش الربح الخلفي وعلى خدمات التعاون التجاري اللي فيها برشا، ونحن ماشيين في مبادرة تشريعية باش نحيوا القانون هذا اللي هو سبب رئيسي في غلاء الأسعار. وهذا الكل يلزمه حزمة من الإجراءات باش تحد من تدهور القدرة الشرائية للمستهلك. واضح نمروا الحقيقة مباشرة، لأنه أقرب حاجتين هما الباك اللي حاليا الناس قاعدة تصرف على مصروف الباك وخاصة الدروس الخصوصية، ومن بعد نمر لعيد الأضحى. لو كنت تعطينا توا نحكيو على أسعار خيالية. الأولي يقول لك راهو يتكلف تلميذ البكالوريا غالي جدا على الوالدين. أعطيني تلميذ من التلاميذ في البكالوريا بالدروس الخصوصية حاليا خاصة في البريود دو ريفيزيون قداش ينجم يتكلف، اللي قد تتجاوز ال 2500 دينار. يعطيك الصحة، نعطيك شوية أرقام وحاجات اللي نعتبرها أنا مش مفهومة. وعلاش حسب معهد الوطني للإحصاء ثم زيادة بين عام ناول والسنة ب 19.4% في الدروس الخصوصية. نجيو للباك تعرف أنت المعدل نتاع الريفيزيون نتاع الباك برك معناتها المعدل بين 300 و 270 دينار. تبدا مثلا في باك بتاع التكنيك عنده 6-7 مواد، هذا يتكلف بين 1800 و 3 ملايين. هذا مكلف جدا. نحن نشوفوا رقم اخر اللي منتدى الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه يقول لك في الدراسه نتاعو اللي 67% من التلامذه الابتدائي يقراوا في دروس خصوصيه. كي نشوفوا 67% ونعرفوا نحن اللي عندنا 2 ملايين و356، كي نضربوهم في 67 نلقاو 1,578,000 يقراوا في الدروس الخصوصيه بمعدل 3 مواد للتلميذ. كي نشوفوا نحن معدل 3 مواد للتلميذ 80 دينار كمعدل نتاع اقل نتاع دروس خصوصيه، نعملوا 80 في 3 240 نضربوهم في 8 شهور. تلميذ ابتدائي سي لطفي من الابتدائي الثانوي كمعدل معناتها نبداو من 60 حتى 150 كمعدل الكل في 80. كي نشوفوا نحن 8 شهور في 3 مواد نلقاو قرابه اكثر من 3000 مليار. هذا وين باش ونلقاو زاد رقم اخر مفزع اللي هو قرابه بين 100 و 120 الف تلميذ يغادروا المقاعد الدراسه. تو في 13 سنه عندنا قرابه مليون واش قاعدين بين 13 سنه و 25 سنه اعمارهم ما قراوش، ما كملوش قرايتهم، ما ينجمش، ما عندوش زاد معرفي باش ينجم يجابه، ما عندوش تكوين، ما عنده حتى شيء. هنا زاد مراكز التكوين وين وصلنا باش طاقه الاستيعاب هالرقم الكبير هذا كيفاش نعملوا؟ هذه الكل يلزمها مراجعه كامله للمنظومه نتاع التربيه. المراجعه هذه كيفاش تتم؟ انتم كمنظمه المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك كيفاش تقوموا بدوركم؟ لانه نحكيو على ارقام مفزعه وخاصه مبالغ مفزعه يتحملها المواطن في علاقه بتدريس اطفاله. هذا واقع يلزم على اهل الاختصاص باش يلقاو لنا الحلول باش نجموا الواقع هذا نغيروه. على خاطر كان باش نقعدوا نحن من سنوات كل عام نتكلموا هاو توا صيف والامتحانات ربي ينجح صغيراتنا الكل، لكن في كل عام هو المشكل هو بيدو، وقاعدين نرجعوا ديما ان شاء الله نلقاو في الايامات القليله ولا في قبل ما ترجع السنه الدراسيه نلقاو الحل للاشكال هذا نتاع دروس خصوصيه ومتاع الخروج التلامذه من مقاعد الدراسه، خاطر مشكل كبير. كنقولوا نحكيوا على مليون، فهمتني؟ نشوفوا وين المليون هذا، وخاصه التكوين نتاعهم. اش عملنا في التكوين بعد الانقطاع؟ خاصه بعد الانقطاع اش عملنا في التكوين؟ ما عندهم حتى زاد معرفي، ما عندهم حتى تكوين. هذه لازم نخموا فيه بصفه جديه. ناخذ تفاعلكم، خاصه انا نحكيو راهو على مبالغ مفزعه تخص حاجه منعتها الدوله خارج الاطار التربوي وخارج المدرسه، المؤسسات التربويه سواء في الابتدائي او